هذا الرجل العظيم الذي كرس حياته لخدمة الله ورسوله وأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليهم. كرس حياته لخدمتهم بكل صدق وإخلاص، وضحى من أجل نصرة الحق، من أجل إعلاء كلمة الحق. هذا الرجل العظيم له فضل علي وجميل لا أستطيع أن أرده إليه. لم أقابله مباشرة، وقد انتقل إلى رحمة الله قبل أن أراه بتاريخ 13/7/2003، وتعرفت عليه في سنة 2009. لعل السائل يسأل: كيف تعرفت على رجل قد وافته المنية بعد أن توفي؟ جوابي سهل لذوي العقول. العظماء لا يموتون حتى وإن دفنت أجسادهم،